الصابرين. لم يبقى إلا مكان مواجهة نارية، قمة رهيبة بالانتظار. مباراة إما أن تكون أو لا تكون بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي في ثالث مواعيد المجموعة الثانية لخليج 26 في استاد جابر أحمد الدولي. الكل يعرف تأهل الأحمر البحريني إلى نصف النهائي، بينما البطاقة الثانية في هذه المواجهة بين الأكثر الذي يكفيه التعادل للمرور والعبور في محاكمية الانتصار، ولا شيء غير الانتصار مفروضة على أسود الرافدين. مباراة ألهمتها البلاتوهات التحليلية وتصريح اللاعبين، حقيقة وحيدة، حقيقة الميدان ولغة الأقدام. ستيفان كوفاتش يعطي ضربة البداية. طويلة من أمير عماري، لاعب هالمشتات السويدي. وانتهاء 9 مباريات بالتعادل. علي البني يلعب بالنار، تعود الكرة عراقية، استلام للسالم الدوسري. دوسري رايح على الكرة خطيرة، تسويق مصعب الجوير، مصعب الجوير بقوة في التسويق. لاعب الشباب السعودي 21 عام يصاب في هذه اللقطة. هذه هي الجماهير السعودية حاضرة بقوة. أي كرة وأي إمداد كان لسالم الدوسري. إعادة الالتحام مناف يونس أمام مصعب الجوير. اثنين واحد ثم فاز على اليمن 2-0، لكنه خسر المباراة الثالثة ضد البحرين 3-0. ستيفان كوفاتش يطلب اللعب، ناصر الدوسري يطلب المساحة الفاضية. كرة في ظهر المدافعين، في ظهر علي عدنان من عبد الإله المالكي. مناف يونس، نقترب من 20 دقيقة لعب. علي عطية يخسر الكرة، فرصة غريبة غريبة من ناصر الدوسري. وأن التعادل يؤهل السعودية ودايما حسين وعلي البني. علي البني برج المراقبة للدفاع السعودي. حوار داخل الحوار بين علي البني وأيمن حسين. كرة كانت من أحمد ماكنزي. اشتباك كوفاتش أن رفع القدم أكثر من اللازم بالراس. ناصر الدوسري ثاني كرة عراقية هي اللون. أحمد ماكنزي يوسع مهند التسويق. أيمن حسين تمهيد رائع من مهند علي، وأيمن حسين يضرب الكرة في المدرجات.
فرصة كبيرة للمنتخب العراقي. سالم الدوسري ثاني الكرة تعود عكسية. مهند علي يا رب، مهند علي يا رب على مهند. والحكم ماذا يقول؟ يقول الركنية. الحكم يقول ركنية. شد مهند هرب علي البلاي في باب الريح، يعود من جديد رغم انه جريح. علي عمار يوصل، اي خطورة، وعاد من التسلل. قرار سليم مهند علي في كل الخطورة على الدفاع السعودي. مباراة جنونية بين العراق والسعودية. أحمد مكنزي بالمقصية ومهند علي عائد إلى الميدان في وضعية التسلل. نذكر أن الكويت زعيم هذه المنافسة الخليجية ب10 ألقاب. طويلة من علي عدنان، مرتدى الكرة، الغنام على اليمين، غنام يوسع علي البلاي. بعيد الكرة، حكم خلى اللعب. نعود بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى استاد جابر الاحمد الدولي لمتابعة ادوار مهند علي. علي غير تماما. عمار كاد ان يشعل النار، كاد ان يشعل النار. علي عمار، امير عمار، تصويبه يساريه بمجهود يذكر فيشكر من مهند علي. في نفس المجموعه مع نهايه الشوط الاول والبحث عبد الله الرديف طلب ضربة جزاء، وإيشتيفان كوفاتش يقول لا، ورقة صفراء لعبد الله الرديف. بسرعة يبدو أن هنالك ضربة جزاء. إيشتيفان كوفاتش واحدة وياتي ضربة جزاء للمنتخب السعودي. سيناريو أول في المباراة، ضربة جزاء للمنتخب السعودي. كرة عبد الله الرديف يقع تحويلها. سالم الدوسري وجلال الدوسري، جول
التحدي، جابها الأخضر رغم كل الصعاب. حدانو الدوسري، حدانو بنجومه سالم الدوسري، ومن ينير السبيل أكثر من سالم. رائعة. شنو هذا؟ شنو هذا يا سالم يا دوسري؟ هذا الفن عليك يجنن يا دوسري. تألق شطارة ومهارة للطاير جلال حسن. مهند علي، مهند، جول 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 جول. الأسود يا ناس، الأسود. عراقي، مغوار، مهند صاحب الدار، غدار، حاكم هذا المشوار. الله الله. اشتباكو ماتش. قلنا مشاهدينا الكرام يملك كذلك الجنسية اليونانية وذكور الحمدان. حمدان، شو هذا؟ شنو هذا يا حمدان؟ يا حمدان يا فنان يا سلطان. شيء كبير، شيء كبير يا عمري، يا سريع قاتلة. وانتهى الدرس. السعودية تسجل الهدف الثاني. يا سريع للحمدان. نار نار. عراقي يعاين الأمرين في هذا المونديال الخليجي. دوسري يناوم، يعدي، دوسري يعطي كرة، الضربة القاضية والهدف الثالث. سعودي دار مع نهاية المشوار. سعودي من نار، سعودي من نار مع نهاية المشوار. الحمدان، وين كان هذا الإنسان يا حمدان يا سلطان؟ أكيد النتيجة كارثية على الفرقة العراقية. مهند علي، مهند علي، عفوا من تنبكتي ومحمد العويس. رائع العويس، شطارة، مهارة، هفوة قاتلة من حسان تنبكتي.